السلام عليكم، معكم دكتور عمرو سامي. بعد حشو العصب هل لازم نعمل طربوش ولا لا؟ الإجابة على السؤال ده ما ينفعش أبدا تكون أو لا بالكلية كده، ولكن في شوية تفاصيل في الموضوع ده، في عوامل بتحكمنا. أول عامل وأهم عامل هو ما تبقى من السنة بعد إزالة كل التسوس اللي فيها. مش بس كده، في بعض الأحيان بعد ما بننظف السنة من التسوس تماما بيبقى فيها نقاط ضعف، بيبقى في بعض أجزاء من السنة تمثل نقاط ضعف. الأجزاء دي زي إن يبقى في مثلا جدار من جدران السنة أصبح ضعيف جدا، ده مع الوقت ممكن يبقى سبب ان السنه تتكسر اصلا، فالاجزاء دي لازم تتشال. بعد ما نشيل التسوس ونشيل نقاط الضعف بنبدا نقيم السنه، هل السنه دي تقدر تستحمل ان هي تؤدي وظيفتها من غير ما يبقى عليها طربوش؟ لو كان الاجابه ايوه يبقى في الحاله ديت خلاص ما نعملش طربوش. لو كانت الاجابه لا يبقى لا، الطربوش في الحاله دي ضروري. ليه؟ لان الطربوش بيكفر السنه وبيعمل اعاده توزيع للفورس او قوه المضغ اللي بتبقى واقعه عليها، فبالتالي مش هيحصل تركيز لقوى المضغ في اماكن معينه يخلي السنه تتكسر. ده احنا كده قلنا العامل الاساسي في الموضوع ده. في برضه شويه عوامل تانية بناخدها في عين الاعتبار. اول حاجه ان يكون مثلا في ضرس مخلوع، ولكن الضرس اللي قبليه محشي عصب والضرس اللي بعديه حشو عصب. في الحاله ديت طب ما هنا عندي هنا في ميزه كويسه جدا ممكن استخدمه ان انا اعمل تركيبه، ان احنا نعمل تركيبه ثابته المعروفه بالبريدج او الكوبري. في الحاله دي وظفنا الضروس اللي اتحشت عصب دي ان احنا نعوض الضرس المفقود. عامل تاني برضو مهم، مكان السنه اللي محشي عصب ده فين؟ هل هي سنه اماميه ولا ضرس من الضروس الخلفيه؟ السنه الاماميه فيها حاجه مهمه جدا لازم نبص لها، والشكل الجمالي. يعني انا ضروري احافظ عليه. طربوش مهما كان حلو وجميل ولونه جميل مش هيضاهي لون السنه الطبيعيه طالما ما فيهاش مشكله في اللون او الشكل. ففي الحاله دي بنكون حريصين جدا ان احنا نحافظ على السنه طالما الاجزاء المتبقيه منها مش متهالكه تماما. لو فيها اجزاء كافيه في الحاله دي احنا نعيد بنائها مره ثانيه، هي اتحشت عصب بس ممكن تكمل وتأدي وظيفتها اللي من ضمن وظيفتها الشكل الجمالي بتاعها.